قبل ما نبدأ الفيديو ده أنا آسف، بس لازم أحذرك من حاجة مهمة جدا. الكلام اللي هقوله ممكن يجرح مشاعر ناس كتير، بس لازم يتقال علشان برضه ينقذ رجالة كتير. في إحصائية مرعبة بتقول إن في 73% من حالات الطلاق في مصر سببهم 5 أنواع بس من الستات، والكارثة إن 8 من كل 10 رجالة متجوزين واحدة من الأنواع دي وعايشين في جحيم. والمصيبة الأكبر إن الراجل مش بيكتشف ده غير بعد الجواز، وقت ما بيكون فات الأوان. يلا نشوف أنت واحد منهم ولا لأ. بس الأول حابب أوضح حاجة في البداية. الفيديو مش هجوم خالص على الستات. في ستات زي الألماظ وشرف لأي حد متجوزها، لكن في أنواع معينة الجواز منهم خراب. أنا شخصيا أعرف رجالة كتير حياتهم اتحولت لجحيم بسبب النوعيات اللي هتكلم عنها النهاردة. ولو أنت متجوز واحدة منهم ما تزعلش، خد الكلام كتحذير وابحث عن طريقة تحافظ بيها على بيتك بحكمة. ولو شايف إن الكلام ده ممكن يفيد حد، دوس لايك وشير وخلينا نبدأ. أول نوع معانا وهو الست المادية البحتة، ودي اللي كل حاجة عندها بقياس الفلوس. كل سؤالها أنت بتقبض كام، ودايما كل طلباتها غالية وفوق طاقتك. مفيش حب، مفيش مشاعر، بس في مقارنة بينك وبين غيرك. شوف فلان عمل إيه لمراته، وشوف فلان اشترى إيه لمراته. في واحد أعرفه اتجوز واحدة زي دي، كان مرتبه كويس، كان حوالي 15,000، وبعد الجواز طلبات ما بتخلص، وعاوز شقة أكبر وعربية أحدث وفرش البيت عاوزاه أفخم، وصاحبنا ده بدأ يستلف ويدان، وكمان في الآخر هي لسه مش راضية. الست اللي زي دي مش بتحبك علشان فلوسك، ولو فلست هتسيبك في ثانية. إنما النوع التاني بقى معانا هي الست المتسلطة، ودي اللي عاوزة تمشي كل حاجة بكلمتها. فلوسك، لبسك، أصحابك، شغلك، كل حاجة تحت سيطرتها. أنت حتى مش حر تخرج من غير إذن، ولو خدت قرار لوحدك تزعل وتقلبها خناقة. كتير من الرجالة فاكرين إن دي غيرة أو حب، لكن الحقيقة إن ده هوس بالتحكم والسيطرة. وفي الآخر هتلاقي نفسك عايش في سجن، من غير شخصية، من غير أصحاب، وكمان من غير راحة. النوع التالت بقى هو الست اللي مخها في بيت أهلها. دي اتجوزت بجسمها بس عقلها ولسانها لسه في بيت أبوها. أي مشكلة لازم تحكي لأمها، أي قرار لازم تستشير باباها، أي خناقة تهددك إنها هتروح بيت أهلها. أنا أعرف واحد كان متجوز واحدة كده، كل أسبوع لازم يروح البيت أهلها، وترجع متنكدة إنهم وحشوها، وفي الآخر حس إنه عايش مع ضيفة مش مع زوجة، وقرف من حياته كلها. النوع الرابع معانا بقى الست السلبية، ودي اللي بتشوف كل حاجة سودة. لو حاولت تبدأ مشروع تقولك البلد واقفة، تحاول تطور من نفسك تقولك وتتعب ليه، كفاية كده. الست دي بتسحبك معاها لطريق ملوش آخر، وبتطفيك يوم ورا يوم لحد ما تبقى زيها، بارد ومحبط ومش شايف أمل. أنا أعرف راجل كان طموح جدا، بعد 3 سنين من جوازه من واحدة من النوعية دي بقى عادي جدا، مفيش عنده أي طموح ومفيش شغف ومفيش روح. النوع الخامس والأخير معانا وهو الست الأنانية، هي وبس، مشاعرها راحتها وكلامها وطلباتها، وأنت دايما في الآخر. تبقى تعبان تقولك أنا كمان، تزعل تقولك وأنا مالي، تحتاجها جنبك تقولك عندي حاجات أهم. الأنانية دي مش بس بتوجع، دي بتكسر الراجل وتخليه يحس إنه ولا حاجة. في النهاية حابب أفكرك إن ال5 أنواع دول مش هزار، دول فعلا بيكسروا الراجل وبيخربوا البيت. لو لسه ما اتجوزتش فتح عينك كويس، ولو متجوز واحدة منهم شوف إيه اللي تقدر تعمله، يمكن تقدر تغير حاجة، أو يمكن تقدر تصلح. لكن دايما افتكر إن مش الجمال ولا الفلوس ولا الشهادات هي اللي هتبني بيت، الأخلاق والاحترام والتفاهم هم اللي بيبنوا. في ستات عظيمة تستاهل تتحب وتتقدر، ولما تلاقي واحدة منهم امسك فيها بإيدك واسنانك. كده وصلنا لنهاية الفيديو، هستنى رأيك في التعليقات. ولو عاوزين فيديو عن الرجالة اللي الست لازم تحذر منهم اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم إشعار بالفيديوهات اللي جاية. سلام.